مرحبا بكم في قصص وعبر. اليوم غادي نشاركوا معكم تجربة سيهان الغامضة والمخيفة في البيت المسكون. كان في عمرها 15 سنة من اللي قررت عائلتها تنتقل لواحد البيت آخر جديد، حيث بدات رحلتها في عالم من الظواهر الخارقة والغامضة. نتمنى أن تلقى قصتنا اليوم إعجابكم. قصة البيت المسكون من قصص وعبر. بداية القصة، بدات القصة تاع سهام اللي كان في عمرها 15 عام. في واحد النهار من اللي قرروا والديها باش يتحولوا لواحد الدار جديدة، بحكم ان ديك الدار كانت قريبة للخدمة ديال باباها. كانت هذيك الدار حدا واحد الغابة كيقولوا باللي فيها بزاف ديال الحيوانات المفترسة، ولكن هذيك الغابة كانت بعيدة على ديك الدار واحد شوية. المهم صافي جمعوا حوايجهم مع ديك العشرة ديال الصباح ديال نهار الاثنين، مشاو قاصدين هذيك الدار. ملي وصلوا حلوا الباب، تصدموا في داك المنظر اللي لقاوه في هذيك الدار. كانت الدار زوينه واسعه ومجموعه مزيان، ولكن كانت قديمه واحد شويه. المهم بقاو كيتعرفوا على الدار، والوالدين ديالها كانوا كيتناقشوا على امور الدار. كما كتعرفوا العقل الطفولي او الصبياني عند سهام كان عندها واحد الجانب الفضولي، بغات تكتشف الدار كامله. في هذيك الساعه طلعت للطابق الثاني، مشات وحلات واحد البيت اللي كان اونفاس تاع الدروج، ولقاتو مظلم. دخلت للبيت وحلات الشرجم باش يضوى ليها البيت. ملي حلات الشرجم تصدمات، شافت شي كتبه على الحيط ما مفهوماش ومكتوبه باللون الاحمر، وكان داكشي بحال الدم. شافت داكشي وتخلعات، نزلت عند باباها وماماها وقالت ليهم كاع داكشي اللي شافت الفوق. تيقوها وطلعوا معاها الفوق. وكانت هنا الصدمه الاكبر لسهام ملي دخلوا والديها للبيت وما لقاو والو في الحيط. وسولاتها ماماها فين داكشي اللي هضرتي عليه يا بنتي سهام. تصدمات البنت وما بقات عارفه اش غتقول. هضر باباها وقال غتكوني غير كتخيلي يا بنتي، سيري ترتاحي شويه حيت غتكوني ما نعستيش البارح. هضرات سهام قالت لا انا ما كنتخايلش، انا راه متاكده من هادشي اللي قلت لكم. هضرات الام ديالها وقالت نفس الهضره اللي قال الاب ديالها. قالت ليها شوفي يا بنتي راكي غير كتخيلي، سيري ترتاحي شويه. المهم دارت بهضرت والديها صافي ودازت هذيك الساعه. وملي وصل الليل نعسات في واحد البيت اللي كانت كتطل على ديك الغابه اللي كنا هضرنا عليها في الاول. ووالديها نعسوا في واحد البيت اخر من غير هذاك اللي نعسه فيه هي. المهم ضرباتها الفيقه مع ديك الجوجونس تاع الليل على واحد الصوت، على صوت ماماها كتعيط ليها بسميتها سهام سهام سهام. ناضت من بلاصتها ومشات قاصده داك البيت اللي نعسه فيها ماماها وباباها. ملي وصلت لبيتهم تما تفاجأت ملي لقات ماماها ناعسه كتشخر. ويلي شكون اللي كان كيعيط ليا؟ ما يمكنش هادشي، لا ما يمكنش هادشي، غتكون غير ماما اللي كانت كتعيط ليا وما سمعتهاش وداتها عينيها. غادي نمشي نفيقها. باللي فيقاتها واش انتي اللي كنتي كتعيطي ليا ماما؟ لا بنتي انا ما عيطتش ليك. قالت ليها سهام ويلي ماما انا راه سمعتك كتعيطي ليا بصوتك وبسميتي. قالت ليها امها اويلا بنتي شفتك هاد الايام وليتي كتخيلي بزاف. قالت ليها سهام لا ماما انا اللي شفتكم ما بقيتوش كتيقوني. شوف يا بنتي انتي دابا غير كتخيلي، سيري نعسي حتى الغدا وانا متاكده باللي غادي تكوني احسن. قالت لها سهام واخا ماما واخا. خرجت من البيت وراسي كله اسئله. شكون غادي يكون كيعيط ليا؟ غيكون لا ما يمكنش، انا ما خاصنيش نفكر بحال هكا. بمعنى سهام ظنات باللي واقيلا الجن هو اللي كيعيط ليها بصوت ماما، وهي في هذيك اللحظه ما بغاتش تفكر هاد الجانب هذا وخلاته في الاحتياط باللي ما بغاتش تفكر هاد الشيء هذا حيت غادي تخاف اكثر من القياس. مشات للدوش باش تغسل وجهها بالماء البارد باش يمشي من هذاك التوتر والخوف. وملي رجعها من الدوش غاديه لبيتها شافت الباب ديال بيتها تحل بوحدو. قالت سهام مع راسها واه كيفاش يا كان سديت الباب ديال البيت ملي كنت غاديه نغسل وجهي. بقات غاديه بشويه بخطوات مهيله حتى وصلت حدا البيت وحلات الباب ديال البيت بشويه باش تشوف شكون اللي كاين تماك. ملي دخلات ما لقات والو. كيفاش؟ وملي دخلت للبيت تسد عليها الباب.
قالت مع راسها كيفاش شكون اللي غيكون سد الباب؟ زعما غادي يكون الكولوندير هو اللي سد هاد الباب، ولكن راه الشرجم مسدود. المهم مشات لبلاصتها وبقات كتفكر في داك الصوت اللي عيط ليها بصوت ماما وبسميتها. داتها عينيها ونعسات، وملي وصل الصباح فاقت ولقات ماماها وباباها ما كاينينش في الدار. فين غيكونوا مشاو هادو؟ المهم الاخوان القصه التتمه ديالها في الفيديو الاخر ان شاء الله. تحياتي لكم الى فيديو اخر ان شاء الله. تحياتي لكم.